ورحمة الله وبركاته. النهارده وصفتنا سهلة وبسيطة. معايا كده جندفلي غسلناه كويس وحطيناه على النار، حطينا بقى عليه قطعنا عليه بصل كده، وحطينا عليه كمون، وحطينا عليه توم وفلفل مدقوق كده، وبهارات سمك. واول ما يتفتح كله كده يبقى كده استوى معانا. بقى حله عندنا كده، حتى يا دوبك بس معلقه زيت، وحطيت برده نفس التتبيله من اللي انا حطيتها على الجندفلي، وهديهم تشويحه كده. بعد كده هنزل عليهم بالجمبري، هديله تشويحه، وهنزل عليه بالميه. هعمل شوربه جمبري جميل وبسيط جدا يا جماعه. هسيبه بقى على النار، واجيب بقى كده صينيه صغيره كده، واحط فيها بصل وفلفل كده طرنشات مع معلقه زيت، وهديهم تشويحه. وبعد كده هنزل عليهم برده بالثوم والفلفل الاحمر والبهارات السمك والكمون. زي ما انتم شايفين، بصوا بقى كده الجمبري استوى ازاي. هنا بقى هديهم تشويحه، هنزل عليهم بطماطمايه، هديهم برده تشويحه حلوه كده. بعد كده هنزل عليهم بالجمبري، وهنزل عليهم بعد كده بمعلقتين من الصلصه. دي صلصه انا كنت عاملاها عشان السمك. واحط شويه ميه كده واسيبه على نار هاديه كده، وبعد كده هدخله للفرن. زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى سمك كده كنت قليه وقليته قبل كده معاكم، ودي الصلصه كده خفيفه شويه، هحطها كده فوق السمك واحطها في الفرن. وبعد كده هولع عليهم الشوايه. بصوا الجمال تحفه بجد، خطير يا جماعه. ولا شوربه الجمبري كانت فظيعه، والطاجن ده بسيط وسهل جدا. ايه رايكم؟ يا رب الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.